وسط سنابل الذهب الأصفر التي تزين حقول محافظة البحيرة، تواصل الدولة المصرية مجهوداتها في تحسين الأمن الغذائي في مصر وتعزيزه وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. فمن قلب مركز دمنهور شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيسة الاتحاد الأوروبي في مصر ومحافظ البحيرة فعاليات احتفالية ميكنة حصاد محصول القمح، وذلك ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة وإنتاجية محاصيل الحبوب في مصر، وهو برنامج EU كافي. وهو يؤكد أن الجمهورية الجديدة تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها. الحقيقة النهارده يوم بيثبت مدى التعاون ما بين الجانب الإيطالي من خلال مشروع إيو كافي والجانب المصري في دعم صغار المزارعين والميكنة الزراعية والتقنيات الحديثة. الحقيقة برضو معانا سفير الاتحاد الأوروبي بتقدم كل الدعم لجمهورية مصر العربية. الحقيقة النهارده احنا شايفين مجموعة من المعدات اللي هتنزل تشتغل على الأرض مع صغار المزارعين ومع كبار المزارعين، وأعتقد المرحلة دي مهمة جدا لجموع المصريين لتحقيق الامن الغذائي لمصر. وبرضو احنا عندنا تارجت زياده الصادرات الزراعيه من خلال المنافذ والتعاون مع الاتحاد الاوروبي، ويمكن احنا وصلنا بالصادرات الزراعيه الفريش والمصنعه ل 11.5 مليار دولار. بنستهدف ان شاء الله مع 2030 نوصل ل 20 مليار دولار، والفرصه اعتقد كبيره جدا في التعاون اللي موجود النهارده من تقنيات حديثه، من اراضي، من مشاريع استصلاح زراعي قام بيها جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزاره الزراعه بفضل التوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده احنا عندنا الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان، عندنا 500,000 فدان في سنابل سونو، وعندنا توسعات في شمال وجنوب سيناء لاكثر من 500,000 فدان. بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. كل دول ارض بكر اتعملت البنيه التحتيه، استصلحت وبتستصلح وقابله للزراعه. في تعاون كبير جدا مع القطاع الخاص ان احنا نزود التصدير بتاعنا لاوروبا، ويمكن كان وجود الرورو في العامين الماضيين دول كان له اثر على زياده الصادرات، وان شاء الله نتوسع اكثر واكثر لان كل الظروف الجيوسياسيه بتخلينا النهارده نعمق العلاقات. ويمكن النهارده وجود السفيره معانا ده اكبر دليل على التعاون اللي موجود. أولا شراكة مصر الاتحاد الأوروبي شراكة قوية على مدى طويل، ونحن التعاون مع وزير الزراعة والوزارة نفسها وكل الزملاء الموجودين وكمان مع محافظ بحيرة. يعني أنا سعيدة جدا احنا النهارده في بحيرة بالذات إنه هذا المشروع حقيقي يعني مشروع مهم جدا زي ما قال معالي وزير. المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي 40 مليون يورو، مستهدفين 400,000 مزرعة اليوم للاستصلاح الزراعي في مصر، وان شاء الله يكون في نتائج كويسه. نحن زي ما شفنا النهارده ونتكلم لسه في نجيب نتائج يعني. I'm very happy to be here today to celebrate this event. يسعدني جدا ان اكون هنا اليوم للاحتفال بهذا الحدث. انا مدير برنامج القهوه الجديد الممول من الاتحاد الاوروبي بميزانيه قدرها 40 مليون يورو، والذي تنفذه الوكاله الايطاليه لتنميه التعاونيات، ونحتفل اليوم بتسليم الآلات. وجود هذه الآلات هي الوسيلة اللي بتساعدنا على تحسين الإنتاجية، على تقليل التكلفة، وبالتالي بتشجع المزارع إنه يقدر يزرع الأرض بشكل أفضل، وبتحسن له كمان العائد المادي اللي جاي من الزراعة. وإحنا بنتكلم على محصول القمح النهاردة، واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية اللي موجودة، ومحافظة البحيرة واحدة من أهم المحافظات على مستوى مصر اللي بتسهم في الإنتاجية من هذا المحصول. أنا أحب يعني أزف بشرى سعيدة، إحنا يعني يمكن بالأمس كسرنا أول 100,000 طن من توريد الأقماح خلال هذا العام. عدد كبير طبعا من مناطق التخزين والنقط العديده اللي موجوده على نطاق المحافظه يتخطى 39 نقطه بنجمع فيهم القمح من المزارعين، ولكن يتبقى دايما التحدي هو ازاي نقدر نوفر للمزارع الوسيله اللي تساعده انه يحسن الانتاجيه ويقلل التكلفه. ويمكن زي ما كنا بنتناقش في النقطه السابقه في الحقل ان رفع سعر ارداب القمح السنه دي شجع المزارعين بدرجه كبيره ان هم يوردوا الاقماح، ووجود هذه المعدات النهارده هيساعد كمان على تحسين الانتاجيه ويشجعوا على الالتزام بالدوره الزراعيه اللي بتحددها الوزاره. ده مشروع مهم جدا للتعاون ما بين الجانب الايطالي والجانب المصري.
بدأنا فيه من أكثر من سنتين، والحمد لله ربنا وفقنا في النهاية، وده يعتبر مشروع داعم كبير جدا لأكبر محصول وأهم محصول بالنسبة لنا هو محصول القمح. زميلي تيبيريو المدير التعاون الإيطالي اتكلم على الهيرو، وهو بيوصل طبعا للفلاح المصري، وهو بالفعل الفلاح المصري فعلا يعني بطل في ان هو فعلا بيحصل على اعلى انتاجيه متوسط الفدان، وبينتج اعلى انتاجيه وبينفذ التوصيات الفنيه. فكان فعلا الوزاره نصب عينيها انها تدعم هذا المزارع او هذا المنتج بالميكنه الجديده وبالبذور الحديثه، وان شاء الله سيتم تحديث محطات الانتاج التوابل الكامل عشان المزارع يقدر يحصل على اعلى انتاجيه من خلال توفير البذور المحسنه، اللي احنا ان شاء الله هنغطي اكبر مساحه ممكنه للمساحه المزرعه في مصر من القمح بالاصناف الجديده اللي بينتجها مركز بحوث الزراعيه كل سنه.